سلام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. حاليا انا جهزت عشان رايحه عند تيتا. صورت لكم تاني يوم العيد عشان حرفيا اول يوم العيد انا بقضي في البيت، ما بعملش اي حاجه تانية، يعني مفيش حاجه حرفيا بعملها غير اني بتفرج على التلفزيون، اكل، ارجع تاني اتفرج على التلفزيون، انام، اصلي، مفيش اي حاجه حرفيا بعملها. فعشان كده بدات لكم تصوير من تاني يوم العيد. المهم حاليا انا جهزت ولبست، هوريكم دلوقتي الاوتفيت كامل وهجهز شنطتي معاكم وبعدين نتكل على الله. حاليا دلوقتي نشوف انا هاخد معايا ايه في الشنطه. انا هاخد الشنطه دي فيها الحاجات اللي انا هاخدها وكده، عشان ضروري تبقى معايا في اي مكان حرفيا بروحه. طلعها من الشنطه اللي كانت معايا في الكليه وهرجع تاني الحاجة هنا في الشنطة دي معايا. فبحب احط كل الادوات اللي انا محتاجها، سواء حاجات للسكين كير او اي حاجة تانية بحتاجها. ضمن الحاجات اللي هاخدها معايا المرطب بتاع بشرتي، ضروري جدا يبقى معايا، عشان انا حرفيا ما بقتش اطيق ان بشرتي تكون جافة للحظة واحدة. تعالوا نطلع بقى الحاجة. محفظتي هنا، وهنا معانا السماعة، وهنا معايا توفي كنت جايباه عشان في اللجنة لازم يبقى داخله معايا حاجة مسكرة. وهنا نطلع المصحف وعلبة المناديل. اخر حاجة موجودة هنا المقلمة، ودي حاجة انا مش عايزاها خالص، مش عايزة اشوف الشغل خالص دلوقتي عشان مش طايقة بجد فكرة الامتحانات حاليا. بس الشنطة دي كده خلصت، مش محتاجة منها اي حاجة تاني. دلوقتي خلونا نجمع الحاجات كلها في المقلمة دي ونحطها في الشنطة. حاجتين زيادة هاخدهم معايا: مرطب الشفايف من لونا اللي انا بستخدمه، اللي هو بتاع بره ده، دايما بخلي ده معايا. وهنا معانا المزيل العرق الصغير ده، بنرميه كده في الشنطة وخلصت. حرفيا نسيت اهم حاجة، مرطب الايدين. طيب حرفيا اوتفيت العيد مش جديد خالص ولا حاجة. انا كنت لسه جايبة الطقم ده مع مشتريات اللبس بتاع الجامعة، فحرفيا ما كنتش بلبسه غير، ما لبستوش غير مرتين، وانا ما حبيتش اجيب طقم عادي السنة دي، فقلت ليه ما البس الحاجات اللي عندي بما انها لسه جديدة، ليه اجيبه خلاص. فانا لبست الطقم ده بصراحة انا بحبه قوي 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 يعني، فقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتس. العيد عاد المشاعر في أماكنها، وتبسمت كل ذكرى مع تلاقينا. دوما شعوري تجاه العيد لا يفنى، بالفعل عاد وعادت روحه فينا. هل نخبر الناس أن العيد قد حان؟ قل نخبر الناس أن العيد قد حان. قل نخبر الناس أن العيد قد حان. العيد عاد المشاعر في أماكنها، وتبسمت كل ذكرى مع تلاقينا. دوما شعوري تجاه العيد لا يفنى، بالفعل عاد وعادت روحه فينا. هل نخبر الناس أن العيد قد حان؟ قل نخبر الناس أن العيد قد حان. الأب غضب، مع أن إبراهيم عليه السلام ناداه وكلمه بأفضل الأساليب. حرفيا النهاردة تالت يوم العيد، وبجد يعني قاعدة في البيت ما عملتش اي حاجة، قاعدة بس من ساعة ما صحيت ان انا قمت صليت وكلت، وفي نفس الوقت قاعدة قدام التلفزيون. بجد والله ما عملتش اي حاجة تانية. طبعا انا مش هذاكر دلوقتي، انا مش هذاكر في العيد، انا هذاكر بعد العيد. بس اصلا العيد خلاص اخره بكرة، يعني بعد بكرة المفروض ارجع ابتدي مذاكرة تاني عادي جدا، نرجع تاني نشوف امتحاناتنا وحوارات. مش عايزة اتكلم في فلوج العيد عن الامتحانات،
ف ستوب بقى كده للامتحانات على جنب. وخلينا دلوقتي انا قلت اقوم اتسلى. جبت الصلصال اللي المفروض بلعب بيه ده، اعمل بيه اشكال وكده يعني اتسلى. وهنا عندي دي، سيبكم من الضوافر الموجوده هنا، انا بس بحتاج الغطا ده عشان اعمل الشكل المدور اللي انا عايزاه. وهنا علبه الخواتم دي برضو انا مش محتاجاها في حاجه، انا بس عايزه السطح الاملس ده عشان اعرف اطبق عليه الصلصال وكده بس. فهقعد العب شويه ونشوف بقى نعمل ايه تاني في بقيه اليوم. فينا أن نخبر الناس أن العيد قد حان. العيد قد حان. قم نخبر الناس أن العيد. سمع، حطي رجلك حطي رجلك عشان ده ردت عليه بوظ. شادو حطي رجلك. كان يدخل في شقايق. اليوم كان حلو صحيح، ما لعبتش غير لعبه واحده، مش عارفه اذا كنتوا سامعين صوتي ولا لا، بس ما لعبتش غير لعبه واحده بس. يعني حقيقي اللعبه جامده جدا وتخوف قوي بصراحه. يعني انا حرفيا ايدي حاسه بوجع جامد قوي من ماسك الحبال هنا، بس الحمد لله. المهم ان احنا اتبسطنا. العيد عاد المشاعر في أماكنها وتبسمت كل ذكرى مع تلاقينا. دوما شعوري تجاه العيد لا يفنى، بالفعل عاد وعادت روحه فينا.